رد عليه باذن الله برضه في سياق الجمله، بس اللي عايزه اقولها دي اوصلها للناس بفضل الله، لان قلتها قبل كده وعايزه اكدها عليهم. ارجوكم، مش اي حد عنده مشكله في الركبه يقول لك ركبتي بتوجعني الدكتور قال لي ما اسجدش. ربنا سبحانه وتعالى عامل زي ما احنا لسه قايلين العضله دي ماسكه في اول الصابونه من فوق، فعامل الحركات سبحان الله. الصلاه اللي احنا واقفين وبعد كده كذا وبعد كده ده تليين لكل مفاصلك. تعالي بقى في قعده التشهد والسجود بيحصل ستريتشنج. يعني ايه ستريتشنج؟ اطاله للعضله الرباعيه، فتفضلي على طول بفضل الله ما يجيلكيش خشونه خالص. علاج الخشونه في السجود. اللي يقول انا مش هسجد علشان الدكتور قال لي كده عشان خشونه ركبتي، ربنا سبحانه وتعالى عامل العضله ماسكه من قدام علشان الاسترتشنج ده. جربي كده، او حد ما بيصليش وهو بيسجد، او حد ما بيصليش خالص وخليه يقعد قاعد التشهد يقول لك انا حاسس ان ركبتي هتتفرتك، مش قادر وعايز يقوم بسرعه. بالظبط زي مين اللي انا بخليه دلوقتي يعمل تمرين بطن. اعمل دلوقتي قدامي تمرين بطن، بيوصل يقول لك مش قادر هتفرتك. طب هو لو تاني يوم عمله خلاص بطنه هتبقى كويسه، لو ثالث يوم هيبقى اسهل. بس كده. فربنا سبحانه وتعالى عامل لنا التمارين اللي تحافظ على اطاله العضله الرباعيه، ففضل الله ما يجيلكيش ابدا خشونه. تاني حاجه، وانتي بتسجدي بتفتحي القناه اللي من ورا، اللي هي القناه بتفتحيها، فلو في اي التهاب بيروح. تالت حاجه، ودي يا جماعه اللي بتشغل ناس كتير قوي وانا بقولها وبرددها، ودايما كده نشوف كده اي حد عندنا في العيله بطل سجود هيلاقي بطنه كبرت. هي معادله، اللي هيبطل يصلي وهو بيسجد هيلاقي بطنه كبرت. ويا ريت يعني بصي انا ما بفضل الله كان ما بيقولوا كده، ما فيش حد جالي غير لما قال لي المعلومه دي. انا يا دكتوره من ساعه ما بطلت سجود انا بطني كبرت، وانا بعلنها على الهواء. يا جماعه ارجوكم ما حدش يبطل سجود غير اللي عندهم اللي هو الخشونه، اللي هو خلاص بقى من الدرجه الثالثه، اللي مش وصلت لمرحله متاخره قوي. هتتعبي معلش، في الاول هتستحملي، تاني مره هتستحملي. خليها الاول في الفرائض وبعد كده السنن وانت قاعده. خليها الاول لو انت تعبانه قوي بقى 3 ركعات في الفرائض، تاخدها بالتدريج يعني. ليه؟ لان وانت قاعده تحت الطرشقه اللي هتحسي بيها بيحصل في العضله دي وفي الركبه هي الاطاله. الاطاله الطبيعيه اللي ما تسببش عرق النسا. لو انا رحت مركز علاج طبيعي وقلت لهم انا عايزه اعمل اطاله، ايه الاطاله؟ ايه فايده الاطاله؟ ان العضله تفضل بقوتها، ان العضله تفضل بطولها، ان العضله ما تقصرش فمش ازك. طيب الاطاله دي لما انا اجي اعملها في مركز علاج طبيعي او في جيم هتبقى ايه؟ وهقول لك. وانا كمان خلي بالك بقى عندي الم في ظهري، اخش في ايه؟ في عرق النسا صريح. يعني اقوم عشان بعمل اطاله اقوم في عرق النسا صريح، الم ربنا ما يوريه لحد ما بعده الم. طيب ايه بقى اللي ربنا الهديه اللي ربنا مديها لنا؟ انا بعملها اطاله لوحدها، قعده التشهد ثم السجود. فالقعده اللي انا بعملها دي انت كده بتعملي اطاله واحده واحده للعضله الرباعيه. انت مش فاضيه تعملي تمارين بطن، طلوعك ونزولك هيخلي عضلات بطنك تشتغل فمش هيبقى عندك بطن.